كتب كلمتها الأخ علي أحمد محمد عبد الله من أهالي قرية نخلة عزلة بني بلحوت مديرية الجبين محافظة ريم. القصيدة تعبر عن مرض زوجته، تعبر بما فيها. وخط الحروف بالقلم واكتب فالبياض الأهم بسم الله خير المقال مولى الكون رب الجلال الحي الذي لا يزال ذي خالق لنا من عدم ذي ذكر لقلبي دواء فلق حبها والنوى فوق العرش رب استوى العدل الودود الحكم بعد الذكر بشرح لكم ما في داخلي من ألم وخط الحروف بالقلم واكتب فالبياض الأهم 12 سنة عشتها أيام صدق ما مثلها جنب زوجتي عندها بنت الجود بنت الكرم عشت أيام مع زوجتي بين الأهل وأسرتي كانت في الحياة وسلتي وانا نحوها محترم ما كان تطلبه توجده كانت للفؤاد تسعده بالايمان متودده تبعد كل ضيقه وهم عشنا انا وياها سنين مرتاحين متفاهمين ويا زوجتي عايشين بالإخلاص هي والقيم كانت عيشتي في أنا ما حد عش أبد مثلنا عيشة هانية دون عنا هذا الصدق والله نعم نعمة الزوجة الطائعة كانت مخلصة نافعة لله ساجدة راكعة فالإيمان أعلى رقم لكن فجأة إلا وقد مصطابه ورم في الجسد خلانا بوسط النكد لله خير فيما قسم قمت أسحفت عنوان لكل مشفيات اليمن ما هميت أي ثمن همي بس ترجع سلام كم عند الأطباء لويت كم من أجلها قد سريت لكن للأسف ما لقيت طب وجاعها والسقم بعد قلت أسافر بها الأردن عسى القاذها ينقذها بما صابها أو نلقى علاج الألم فالأردن لوت كاملة وافعالنا الفحص كاملة وانا للهموم حاملة وادعي للإله فضلا وانا مرتجي بالأمل في ربي عليه متكل ربي في يده كل حل يشفي من جسدها الورم قمت اقطع جواز السفر نحو الهندز الى الخطر طيرنا بالمختبر وجرينا فحوصات دم لكن للاسف الطبيب قال ما بش علاج يستجيب للفيروس ما له طبيب لله اصطبر واحتكم قلت الحمد لله على ما ربي لها ابتلى وقادر بأن ينزلها يشفي وجعها والسقم بعد قمت شليتها لمكة وادعي لها والكفين مديتها كنت ادعي لها بالحرم واشكر في الاخير كل من سندني بوقت المحن اشكرهم بطول الزمن مولى الجود واهل القيم اشكر والدي مسندي لحم الكف والساعدي ذي خير لنا واجدي الوالد وقف واحترم وايضا امي الوالده
نبض القلب والزايدة هذي منها الفايدة. نبض القلب طب الألم واخواني معي يا جميع، لناديت لبوا سريع رزح الظهر حيدا منيع مثل الحيد شام خاصم. وابو زوجتي وامها ذي وقفوا جميع جنبها في وقت الورض حينها كل جامعي والتزم. ومحمد وعبد لهم توصلهم جميع كلهم، كلين قام لاجل اختهم ارفع للجميع العلم. ويوسف هو بشر معا جملة الكل طول الزمن، شكري يملي ارض اليمن من اهل الوفاء والكرم. واشكر كل من اتصل الاصحاب واهل المحل ذي فيهم نضرب مثل اهل الجود واهل الشيم. قبل انهي وقبل الختام اهديكم جزيل السلام والتقدير والاحترام واجمل عطر نفحه وشم. واهديكم من احلى ورود والكاذي وجاوي وعود والريحان والعنبرود يوصل كل من بالرقل. صليت في ختام المقال للمختار قصد المنال، طال مصطفى هو آل في ذكر جلا كل هم.